انا عايز اقول بقى يا جماعه الهدف والفكره من الفيديو اللي احنا عملناه واتكلمنا فيه عن ترخيص مزاوله المهنه والمشكله اللي بيواجهها اخصائيين التغذيه على مستوى الجمهوريه. فحد يسالني يقول لي طب ايه الهدف؟ يعني احنا اتكلمنا في الموضوع وخلاص وعارفين ان في مشكله. احنا الهدف بكل بساطه يا جماعه ان احنا نكون قوه كبيره وعدد كبير. العدد ده من اخصائيين التغذيه سواء خريجين كليات علوم او اي كليات تانية، تمام، هو حاصل على مزاوله المهنه واخد كورس او دراسه معتمده في التغذيه من مكان معتمد، وبالتالي حصل على ترخيص مزاوله المهنه من النقابه بتاعته ايا كان النقابه بتاعته هي مين. عايزين نقول ان الشخص ده او الاخصائي ده يحق ليه مزاوله المهنه في اي منشاه طبيه خاصه تحت اشراف طبي. ده هدفنا ان احنا نوصل صوتنا طبعا للوزاره، وصوتنا نوصله لكل المسؤولين، وبناء عليه نبدا نتحرك ونغير القوانين. لان ده حصل بالفعل قبل كده. احنا بالفعل قبل كده ده حصل، تمام. خريجين كليه علوم وعشان يفتحوا معامل تحاليل كان لسه القانون ما بيدعمش الموضوع، ما كانش فيه دعم من وزاره الصحه للموضوع، لحد ما برضه الساده الزملاء الكرام احتجوا على الموضوع وقدموا تظلمات وقدموا رايهم للوزاره لحد ما عدلوا القوانين، والقوانين اتعدلت اصبحت من حق خريج كليه علوم ان هو يرخص منشاه طبيه ليها علاقه بالتحاليل الطبيه. يعني يرخص معمل تحاليل وياخد ترخيص من وزاره الصحه. هو نفس القصه، انت كخريج كليه علوم دلوقتي من حقك ترخص منشاه طبيه، من حقك، من حقك طبعا. انت اللي يخليك تعرف ترخص معمل تحاليل طبي، تمام، او مكان للتحاليل الطبيه وتتعامل دايركت كونتاكت مع البيشنت وتتعامل بشكل رسمي مع البيشنت وتاخد منهم عينات دم وتاخد منهم عينات بول وبراز. فانت بتتعامل مع حالات مرضيه وبتتعامل مع فئه من المجتمع المرضيه، بناء عليه انت من حقك ان انت ترخص منشاه طبيه تحت سقف وزاره الصحه. ده هدفنا من الموضوع كله. فاحنا هنعمل جروب كبير قوي على الفيسبوك هنسميه، تمام، من حق اخصائي التغذيه ترخيص منشاه طبيه او مزاوله المهنه. والجروب ده ان شاء الله احنا عايزين نبقى عدد كبير قوي قوي قوي، علشان هنتفق ان احنا هنعمل طلب جماعي باسامي الزملاء كلهم بالارقام بتاعه البطايق بتاعتهم بالارقام القوميه، وهنقدمه للوزاره. هنقدمه ان احنا عايزين نعدل في القوانين، نخلي القانون الاولاني ان احنا اخصائي التغذيه يقدر يمارس النشاط في اي منشاه طبيه مرخصه تحت اشراف طبي. القانون الثاني لو انت خريج كليه علوم تقدر تقدم ورق وتقدم مستندات توصلك لفكره ان انت برضو ترخص منشاه طبيه ليها علاقه بالتغذيه. انا دلوقتي خريج كليه علوم ومعايا دراسات معتمده ومعايا مزاوله مهنه، تمام، وخريج حاجه علميه، تمام، عايز ارخص منشاه طبيه للتغذيه. فمن حقي برضو ان انا ارخص منشاه طبيه، يبقى انا ترخيصي تطلع ومن وزاره الصحه برضو. فده حصل قبل كده وتعدل القوانين في موضوع التحاليل الطبيه، وكان الناتج جميل جدا. بقى كل خريجين كليه علوم يقدروا ان هم يرخصوا معمل تحاليل طبيه. فنفس الكلام. فهو ده الهدف والفكره من الفيديو كلها باختصار كده، علشان الناس اللي ما تتوهش مني وتقول الفكره الثانيه فين. فاحنا هنعمل جروب على الفيسبوك ونبقى عدد كبير ان شاء الله، ونقدم طلب للوزاره. فاحنا محتاجين دعم كل اخصائي تغذيه على مستوى الجمهوريه علشان نغير القوانين، نخلي نعمل سبوت على التغذيه، نعمل سبوت على اخصائيين التغذيه، نخلي فيه اهتمام اكتر باخصائيين التغذيه. عايزين تعمل لهم نقابه لوحدها تعمل لهم نقابه لوحدها، عايزين تعمل لهم قوانين جديده تعمل لهم قوانين. هم احنا هدفنا نغير قوانين التغذيه في الجمهوريه، هدفنا نغير طبعا. ده كلامنا، وان شاء الله يوصل للساده المسؤولين الناس المحترمه الكرام اللي هم مسؤولين عن الحاجات دي كلها. وانا متاكد مليون في الميه ان هم هيتفهموا الموضوع وهيتفهموا طلبنا، وهيتفهموا ان احنا عايزين يكون لنا وضع قانوني قوي قوي في العيادات، وخصوصا العيادات البرايفت، علشان نعرف نمارس النشاط ونقدم خدمه ونقدم برامج غذائيه لحل مشاكل السمنه والنحافه.